مستشفى النادي الاهلي بقى، مستشفى النادي الاهلي، زيزو وامام وبن رمضان، وكان ياسين مرعي مصاب ولسه راجع، ومحمد شكري مصاب. كل لعيبتك بتتصاب، اللعيبه اللي مستحيل يجي لها دور برد في اي فرقه تانية يجي عندك ويتصاب. يا ترى ليه؟ ما هو انت اكيد عندك مشكله، يا اما في الاحمال البدنيه، يا اما عندك مشكله في التدريبات، يا اما عندك مشكله في ملعب التتش اللي اللعيبه دي بتتدرب عليه. فحلوا مشاكلكم. مستشفى النادي الاهلي دي لازم تتقفل. هتقول لي واحد مثلا زي امام طبيعي عشان ضغط المباريات وعشان خاطر كل البطولات والماتشات اللي شارك فيها ولعب فيها مع الاهلي السنه اللي فاتت، على عيني وراسي. طب زيزو يتصاب ليه؟ ياسين مرعي يتصاب ليه؟ محمد شكري يتصاب ليه؟ اللعيبه دي ما كانتش في الاهلي اصلا وجايين مريحين. يعني هم جايين مريحين، جايين من فرق يا دوبك لعبت دوري وكاس. فليه اللعيبه دي بتتصاب؟ ليه دايما مع النادي الاهلي اللعيبه بتتصاب؟ برضو يا ريت في الكومنتات يا جماعه قولوا لي، يعني شاركوني كده وقولوا لي رايكم. ايه رايكم في الاصابات بتاعه لعيبه النادي الاهلي؟